المحيط إلى الخليج. جمال إيش؟ جمال اللي كله بوتوكس وفيلر وعمليات تجميل، بعد بتغني وبرموا عليكي مصاري. يا ضيعان أرب آيدل فيكي. دنيا باطمة المدانة بسنة سجن نافذة، والقضية ديالها الكل كيعرف أنه النقد ديالها ترفض رفضا تاما وعليها سنة سجن. ولحد الآن الكل يتساءل، والمغاربة والرأي العام كامل كيقول علاش دنيا باطمة مازال ما دخلاتش للسجن. بزاف ديال الصفحات اللي كبيرة كتهضر على هذا الموضوع وكينتقدوا القضاء، وكتعود واحد القضية ديال هل دنيا باطمة فوق القانون؟ علاش ما دخلاتش تقضي العقوبة ديالها بحالها بحال جميع الناس اللي أداو واللي أداو الناس آخرين وصافي تكمل حياتها عادية. اليوم كنشوفوا أنه الكوارث كتزاد على دنيا باطمة من شوها لشوها، والحصري أنه بداو قنوات إعلامية عربية كتهضر على التشوه ديال الوجه ديال دنيا باطمة، والوجه ديالها ولا حالته حالة كيف ما كتلاحظوا معايا على هاد الصورة هادي. يعني كثرة البوتوكس، كثرة الفيلر، كثرة زاد دمر ليها الخلايا ديال الجسم ديالها وديال الوجه ديالها، ولا حالته حالة كلشي ولا كيهضر عليها. كان واحد البرنامج كان جات ليه واحد يعني هي طبيبة ديال التجميل وهضرات على دنيا باطمة وعلى بزاف ديال الفنانات، وكان دنيا باطمة من ضمنهم، وكانت أنه وصلت لواحد النتيجة اللي خايبة. هاد نسبة العمليات اللي دارت نسبة اللي كتفوق أكثر من 50% ديال العمليات الوجهها من غير بوتوكس وفيلر. لا كان واحد أنه هرسات الفك ديال الوجه ديالها وعاوداتو، وهادشي كامل ولا رجع ليها بالضرر، لأنه الأغلبية ديال الفيديوهات ديالها كيكونوا بالسناب، والسناب راكم عارفينه كيخفي العيوب تعودي زوينه باللهلا يجزيه ليك. والحقيقه كتصدم الناس اللي شافوا دنيا باطمه مباشره، كيقولوا انه الوجه ديالها تغير، الملامح ديالها تغيرات بزاف. هادشي موقفش هنايا فقط، وانما وقف حتى الطريقه ديال الاستعراض ديال الجسم ديالها، كيفاش كتتم غاده وكيفاش كتبقى دير واحد الوضعيات اللي خايبين الامام هذاك اللي كيصورها باش تنزل واحد الفيديو ديال الانستغرام ولا واحد الفيديو على الحساب ديالها بالسناب. وكذلك الفضيحة الاخرى ديال هاد ناصر صاحبها اللي كيبلغ من العمر 20 عام. السيدة مازال لحد الآن كتنفي أي تواجد من هاد الأخبار. لي فان ديالها كيجريو بالنهار وبالليل باش يعرفوا الصحة ديال هاد الأخبار، واش يعني كاينة ولا ما كايناش. بعد ما عرفوها ولاو كيحاولوا أنه ينفيو هاد الخبر، ولكن الغياب ديال دنيا باطمة على الانستغرام كيزيد يأكد أنه دنيا باطمة واقعة في الوحل بصح ولدرجة أنه تنزل داكشي قديم، اعراس قدامين، كتنزل الحفلات اللي دايزين قدامين على الانستغرام ديالها. هذا دليل على انه كاين مشكل كبير. كيف ما قالت شوف تيفي انه ضربها وهرس لها جوج ديال السنان وركباتهم من بعد، وجات حضرات الحفل اللي كان عندها على ما اظن بالضبط في المحمدية على ما اظن او لا كازا. ومن بعد الحفلات اخرين تم الالغاء ديالهم، والحاليا كتشوفوا والو كاين شي جديد على الانستغرام غير الحفلات ديال الكباريه بعد ما شاهدوا فيها ايضا الفان ديالها، وكيقولوا انه راه ما بقاش عندها وما عندهاش شي حيله اخرى من غير انه يعني تخدم في اي بلاصه في اي مكان شعبي في اي حانه وفي اي كباريه. دنيا باطمة وعملية تجميل والصفحات اللي كيهضروا عليها أين نقدها زاد ودمرها ديال بصح غير كتضحك ديك الضحكة الصفراء بحال زعما ما واقع والو، ولكن راه واقع بزاف بزاف، لأنه سنة ديال السجن
مازال هي ما معترفاش بها، حتى باش كيسولوها كيقولوا لها واش غادي تخرجي خارج أرض الوطن، كتقول لهم غادي نخرج خارج أرض الوطن، غير باقي مساليت، غير عمرها ما قالت أنه تم الحجز على جواز السفر ديالي، وأنني أنا ممنوعة باش أنني نغادر التراب الوطني لأنني أنا صاحبة الحساب ديال حمزة مونبابي. وثيقه الناس في الدوله وثيقه الناس في المؤسسات. بعد المره كتمشي للحبس ولا المحاكمه تيقول لك التهمه شنو هي؟ زعزعت ثقه الناس في المؤسسات، زعزعت ولاء الناس في المؤسسات. راه المؤسسات الدستوريه ملي ما كديرش خدمه هذه المغنيه، حنا راه ما عندناش القرون. انا راه ما عمرني. اين هو نقد هذه المغنيه؟ نعاود نرجع، اين هو نقد هذه المغنيه؟ حنا راه ما عندناش القرون. انا راه ما عمرني. اين الامل؟ شنو الفرق بينك وبين فلان؟ تقول المحكمه تنقدت السيده يرجع لها الميل في المحكمه، ما كاين مشكل. انا نتمنى تكون براءه هي ولا، ولكن اللي خطير جدا هو ان واحد يعني